أفاد التقرير الصحفي أن النجم ليونيل ميسي قام بتحديد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كان ميسي ينتظر قرار برشلونة بشأن إمكانية عودته للفريق الكتالوني مرة أخرى في حالة تم حل أزمة تسجيل اللاعبين وقانون اللعب المالي النظيف مع رابطة الدوري الإسباني الليغا. ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن ميسي لن يلعب في صفوف برشلونة خلال الموسم المقبل، حيث فشل النادي الكتالوني في ضم اللاعب على الرغم من إجراء العديد من المحاولات. وأشار صحفي الانتقالات الشهير أن ميسي سينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، وسيعلن اللاعب الأرجنتيني عن قراره خلال الساعات المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن ميسي كان يمتلك العديد من العروض، من ضمنها العودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الدوري السعودي أو اللعب في الدوري الأمريكي، لكن قام اللاعب الأرجنتيني المخضرم بحسم قراره بالذهاب إلى إنتر ميامي واللعب في الدوري الأمريكي وعدم الذهاب إلى السعودية كما فعل العديد وأبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.